السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. شكرا مرزوق الغانم وعبيد الوسمي وأحمد الشحومي. أضحكتوا الشعب الكويتي في مسرحيتكم الهزلية اللي صار اليوم في مؤتمركم الفكاهي. يعني صراحة اليوم وضعكم مزري. خلطتوا الحابل بالنابل، تدخلتوا في القضاء من صوب، وفي إدارة الأمير من صوب، وفي إرادة رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف من صوب. يعني ماني عارف ليش هالاستذباح بدفاعكم عن نرديلي، وشنو علاقته بتصريحك يا مرزوق الغانم عندما قلت لن أترشح ولن أبتعد وسأعود أقوى؟ وشنو الربط بينهم؟ من حقنا كشعب نفهم ما يدور. وبعدين ليش ما نزلت انتخابات 2022 مع أنها أنزه وأنظف انتخابات على مر التاريخ السياسي في الكويت؟ لا شراء أصوات ولا تشاوريات ولا نقل أصوات. ولا كنت خايف من السقوط مثل ما سقط بعض النواب، أو يصير حالك حال عبيد الوسمي نجح على الحفة وبالمراكز الأخيرة؟ كان نزلت انتخابات وبينت للشعب الكويتي أن لك قبول، وحتى لو نجحت ما راح تصير رئيس مجلس أمة، لأنك تدري لولا الدعم الحكومي ما راح تصير رئيس. اللي فهمه غالبية الشعب من عدم ترشحك للانتخابات هو إما اعتزال سياسي أو استراحة محارب، لكن اللي تبين أنها مصلحة شخصية. والدليل أن بعد حكم المحكمة الدستورية حطيت بشتك على كتفك ورزيت وجهك لمجلس الأمة. لا يمكن أن يكون أحمد النواف خطر. الخطر هو وجودك أنت ومن معك. وإن كنت فعلا تحب الكويت فاعتزل العمل السياسي واقعد ببيتكم وتفرغ لعائلتك وتجارتك، وكفى الله المؤمنين شر القتال. أما عبيد الوسمي حدث ولا حرج، ملك التناقضات، وما يحتاج أكلمكم عن تناقضاته، مقاطع تشهد له، وهو الوحيد اللي فاهم بالدستور والقانون والباقي حمير. وفي الحقيقة الدستور والقانون شمال وهو جنوب، عمره ما قال رأي قانوني ودستوري صحيح. دافع عن نفسه انسجن 6 شهور، راح ترافع عن محمد بن الذيب في قطر وجاب له إعدام، صار نائب في مجلسين أبطلوا، دخل مع معارضة 2012 و2020 وطشرهم، قال البدر الداهوم ما تنشطب وانشطب، أخذ كرسي بدر الداهوم وانجلط، وصار موالي لصباح الخالد ومرزوق الغانم وطيرهم، قبسه بكل ما تعنيه الكلمة. وأحمد الشحومي ما نعرف عنه إلا أنه راعي إعلانات مطاعم ومحلات بخور. أما الانتفاضة اللي صارت اليوم ضد الشيخ أحمد النواف من غرفة التجارة ورئيسها ومرزوق الغانم وأتباعه والدولة العميقة، هذا يدل على أن أحمد النواف يمشي في الطريق الصح وخرب عليهم مصالحهم، والشيخ أحمد النواف يحظى بقبول شعبي وكل الشعب معاه إذا مشى على النهج الصحيح. أما إذا حاد عن الطريق الصحيح لن يجد أمامه إلا الشعب سوف يحاسبه من خلال نوابه. وفي الختام عسى الله يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وإن شاء الله تزين الأمور ويصلح الله حال البلاد والعباد. السلام عليكم.